توبيا تي في. أكثر الأعياد والاحتفالات غرابة حول العالم. تقام العديد من الاحتفالات سنويا حول العالم، والتي تجمع الملايين لمشاهدتها. منها ما هو رائع ومثير، ومنها ما هو غريب وجنوني بشكل لا يصدق. هذه مجموعة من أغرب الاحتفالات التي تقام حول العالم. 1. مهرجان التراشق بالطماطم أو لا توماتينا. هو المهرجان السنوي للطماطم، يقام في الأربعاء الأخير من شهر أغسطس من كل عام في قرية بايونول في إسبانيا. يتم إهدار حوالي 100 طن من الطماطم في هذا الاحتفال الغريب، حيث يقوم الناس برشق بعضهم بالطماطم لمدة ساعة. ومن تقاليد المهرجان أن ترتدي الإناث ملابس باللون الأبيض، بينما لا يرتدي الرجال أي قمصان. وجدير بالذكر أن هذا الاحتفال بدأ بشكل عفوي في عام 1945، وتم الاعتراف به رسميا في عام 1952. 2. مهرجان الألوان في الهند هولي فيستيفال، من المهرجانات الشعبية الهندوسية، يقام في بداية فصل الربيع في بلاد شبه القارة الهندية مثل الهند ونيبال وبنغلاديش وباكستان، وامتدت احتفالاته إلى بريطانيا والولايات المتحدة، حيث يخرج الناس إلى الشارع يرقصون ويرددون الأغاني ويرمون الألوان على بعضهم البعض. 3. مهرجان كوبر هيل كوبرز هيل تشيز رولينج فيستيفال. مهرجان كوبر هيل في منطقة غلوستر في إنجلترا. يحتفل السكان سنويا بمهرجان The Coopers Hill Cheese Rolling Festival، والذي يواكب فترة الاحتفال بالربيع، حيث يجتمع المشاركون في المسابقات على تل The Coopers Hill للجري وراء قرص الجبن خلال الحدث الشعبي الذي يتابعه الجميع في المنطقة. ومن المفترض أن من يعبر خط النهاية أولا يفوز بقرص الجبن. 4. مهرجان الطين رو يونغ ماد فيستيفال. يقام هذا المهرجان سنويا في كوريا الجنوبية في شاطئ بوريونغ، حيث أصبح من الأحداث العالمية التي يشارك فيها آلاف السياح. ومن العجيب أن هذا المهرجان بدأ كجزء من حملة تسويقية لإحدى شركات التجميل التي كانت تهدف للترويج للطين كمادة تجميلية للبشرة، ولكن الكوريون تجاهلوا الحملة وأصبحوا يحتفلون به كل عام. 5. مهرجان النار في اسكتلندا. يحدث هذا المهرجان في كل عام في جزر شاتلاند الاسكتلندية، وهو من أكبر المهرجانات النارية في أوروبا في منتصف فصل الشتاء. ومع نهاية موسم الأعياد يقوم الناس بإحياء ذكرى محارب الفايكنج في مسيرة طويلة تنتهي بقذف آلاف الكرات النارية لحرق سفينة فايكنج كاملة. 6. مهرجان الثايبويزم ثايبويزم فيستيفال. مهرجان غريب ومؤلم وليس لضعاف القلوب، يحتفل به الهندوس في جنوب الهند في معبد فدابلاني عند اكتمال القمر بين شهري يناير وفبراير من كل عام، حيث يقوم فيه المتدينون بثقب أجسادهم بأسياخ طويلة بشكل يثير الرعب، وحسب اعتقاداتهم أن كلما تحملت آلاما أكبر كلما حصلت على بركات أكثر. لذلك تجد البعض يبالغون في ثقب جسدهم. 7. مهرجان حرب المياه سونكرام فيستيفال. يقام هذا المهرجان سنويا في تايلاند احتفالا برأس السنة، وهو من أكبر مهرجانات حروب المياه في العالم وأكثرها طرافة. فهو ليس مجرد احتفال في بعض القرى الصغيرة المعزولة، بل نحن نتحدث عن بلد بأكملها تلعب وترش المياه على بعضهم البعض بمسدسات المياه. أيضا رش المياه لا يقتصر على المسدسات، بل هناك بعض الناس يفضلون الجرادل، وآخرون يفضلون التعرض لرش المياه من خرطوم الفيل بحكم أنه حيوان مقدس، حيث أن رشة مياه واحدة تعني الكثير لهم. 8. مهرجان بامبلونا فيستيفال.
مهرجان الجري من الثيران هو واحد من أكثر الأحداث شعبية في إسبانيا، وهو في الواقع جزء من عيد سان فيرمان الذي يقام كل شهر يوليو. وفي هذا المهرجان يقوم الأسبان بإطلاق الثيران في الشوارع ويركضون أمامها محاولين تفادي ضرباتها، وعادة ما تنتهي هذه المغامرة بإصابات مؤسفة وحتى وفيات. الشرط الوحيد للمشاركة في هذا المهرجان أن يكون عمر المشترك 18 عاماً على الأقل. 9. مهرجان العري هوداكا ماتسوري فيستيفال. عندما يتعلق الأمر بأغرب المهرجانات، فمن الصعب جدا أن تتغلب على اليابانيين. يشارك العديد من الرجال في هذا المهرجان بشرط أن يكونوا نصف عراة، ما عدا واحد يكون عار تماما ويبحث الآخرون عنه للمسه، وهم يعتقدون أن العثور عليه يجلب الحظ والسعادة. 10. مهرجان الفجل. يقام مهرجان الفجل في المكسيك في كل عام قبل عيد الكريسماس، إلا أنه يبدو كإحدى أفلام الرعب، حيث يقوم الباعة بنحت رؤوس الفجل على شكل صور معبرة عن ميلاد السيد المسيح تخليدا لبعض المشاهد التاريخية الدينية. أيضا يقوم الباعة بالتنافس على تلوينه وتزيينه في أجمل الأشكال. توبيا تي في.